مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا، وانزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل ما هو جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. الاهلي يبدا المفاوضات رسميا مع نادي سيراميكا كليوباترا للبحث عن امكانيه شراء عقد احمد رمضان بيكهام نهائيا في الانتقالات الحاليه، وذلك بعدما حصل المسؤولين بالاهلي على الضوء الاخضر من جانب الحسين عموته مدرب الفريق الجديد بحسم مستقبل اللاعب وفقا لرغبه اداره النادي، ومحاولات مكثفه من جانب المسؤولين بالاهلي لحسم التعاقد نهائيا مع احمد رمضان بيكهام من نادي سيراميكا كليوباترا الايام القادمه. تقارير صحفيه تؤكد بان هناك استقرار كبير داخل اداره الاهلي على تخفيض عقود اللاعبين بعدما ارتفعت لأرقام خرافية الفترة السابقة، وذلك من أجل السيطرة على غرفة الملابس بالنادي وتجنب أي مشاكل بشأن رواتب بعض اللاعبين بالنادي. وتؤكد بأن سيد عبد الحفيظ بيستعد لعقد جلسة مع تريزيجيه وزيزو لمحاولة إقناع الثنائي بتخفيض عقودهم مع الأهلي الفترة القادمة وفقا لسياسة النادي الجديدة. انقسام رأي كبير داخل الأهلي بشأن بقاء محمد علي بن رمضان مع الفريق في الموسم المقبل أو الرحيل عن النادي في الانتقالات الحالية. فالبعض الأول يؤكد عن ضرورة استمرار اللاعب مع الفريق في الموسم القادم لعدم حصوله على الفرصة كاملة مع الأهلي الفترة السابقة، والبعض الآخر يؤيد فكرة رحيل اللاعب عن النادي في الانتقالات الحالية حتى يتيح مكان في قائمة الأجانب بالفريق للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر أفضل منه. والأهلي يستعد لعرض ملف اللاعب على الحسين عموته مدرب الفريق الجديد لحسم مستقبله سواء بالبقاء او الرحيل عن النادي، وذلك في ظل امتلاك الاهلي عده عروض للاعب من انديه خليجيه من اجل الحصول على خدماته في الانتقالات الصيفيه الحاليه. مطالب اهلاويه كبيره بضروره بذل اقصى جهد لمحاوله تعديل وتمديد عقد مصطفى شوبير مع الفريق الفتره القادمه واعطائه راتب بما يتناسب بحجم امكانياته وقدراته من اجل الحفاظ على خدماته. واستقرار كبير داخل الاهلي على تعديل وتمديد عقد مصطفى شوبير مع الفريق الفتره القادمه واعطائه راتب بما يتناسب بحجم امكانياته وقدراته مع الأهلي والمنتخب مؤخرا، بالإضافة إلى عقد إعلانات بمقابل مالي جيد لمحاولة إقناع اللاعب بالتجديد والاستمرار مع الأهلي الفترة القادمة. وهناك جلسة منتظرة من جانب الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن وائل جمعة مدير الكرة بالنادي مع مصطفى شوبير عقب انتهاء مشوار منتخبنا الوطني بكأس العالم لمحاولة إقناع اللاعب بالتجديد والاستمرار مع النادي. اتجاهات قوية في الأهلي بالتراجع عن صفقة أكتاي عبد الله مهاجم إنبي بسبب تمسك الحسين عموته الكبير بالتعاقد مع 2 مهاجمين أجانب والابتعاد عن التعاقد مع المهاجمين المحليين، وذلك لرؤيته بأن تواضع مستوى المهاجمين المحليين لا يؤهلهم للعب في الأهلي الفترة القادمة واحتياج النادي الكبير للتعاقد مع 2 مهاجمين أجانب من أجل إملاء الفراغ المتواجد حاليا في مركز المهاجم. والأهلي يستقر على تأجيل المفاوضات حاليا مع أكتاي عبد الله مهاجم إنبي بعدما كان اقترب النادي من حسم التعاقد رسميا مع اللاعب في الانتقالات الحالية. جرادي شار لاعب الأهلي يعود إلى القاهرة في مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي يوبيتش المجري، واللاعب يتجه إلى مقر الأهلي لحسم مستقبله مع النادي سواء بالبقاء او الرحيل نهائيا عن النادي في الانتقالات الصيفيه الحاليه. واتجاهات قويه في الاهلي باستغلال رغبه الحسين عموته مدرب الفريق الجديد بالتعاقد مع 2 مهاجمين اجانب لعرض جراديشار على المدرب لتحديد امكانيه الابقاء على خدماته في الموسم المقبل. الكابتن سيد عبد الحفيظ يؤكد للحسين عموته عن صعوبة عودة رضا سليم للفريق مجددا في الوقت الحالي بسبب انشغال قائمة الأجانب بالنادي، وأيضا في ظل امتلاك الأهلي عناصر أفضل منه أمثال تريزيجيه وأشرف بن شرقي والعديد من اللاعبين القادرين على اللعب في مركزه، وذلك بعدما أكد الحسين عموته عن رغبته القوية عن عودة رضا سليم للأهلي مجددا لمعرفة إمكانياته جيدا بعدما سبق تدريب اللاعب مع نادي الجيش الملكي المغربي سابقا. واستقرار كبير داخل الأهلي على رحيل رضا سليم نهائيا في الانتقالات الصيفية الحالية في حال تلقى النادي عرض مناسب من أجل الحصول على خدماته نهائيا. الأهلي يتقدم بعرض بقيمة 30 مليون جنيه نادي إنبي من أجل الحصول على خدمات علي محمود في الانتقالات الحالية. وتقارير صحفية تؤكد بأن نادي إنبي يتمسك بالحصول على 50 مليون جنيه من أجل الموافقة بالتخلي عن خدمات علي محمود للأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى نسبة إعادة بيع لن تقل عن 30% والحصول على نسبة من أرباح اللاعب حال مشاركته مع الأهلي والمنتخب في كأس العالم. وتحفظ كبير من جانب الأهلي على مطالب نادي إنبي المالية المبالغ فيها من أجل التخلي عن
خدمات اللاعب، ومحاولات مكثفة من جانب المسؤولين بالأهلي لمحاولة الوصول لاتفاق مع إدارة إنبي بشأن الأمور المالية والتعاقدية لحسم الصفقة الأيام القادمة، وذلك لوجود قناعات كبيرة من جانب الجميع بالأهلي بإمكانيات وقدرات اللاعب الفنية وعلى قدرته على تقديم الإفادة المطلوبة للنادي. الاتحاد الافريقي ينفي كل ما تم تداوله في الايام الماضيه عن استقرار الكاف بزياده عدد الانديه المشاركه في بطوله دوري الابطال في الموسم القادم من بعض الدول، وينفي كل ما تم تداوله ايضا عن تخصيص كروت ذهبيه لمنحها لبعض الانديه للمشاركه في بطوله دوري الابطال في الموسم القادم، ويستقر على اقامه البطولات الافريقيه بنفس نظام البطولات في الموسم الماضي وعدم اجراء اي تغييرات في الوقت الحالي، وذلك على ان يتاجل قرار زياده عدد الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه لحين انتهاء منافسات كأس العالم. تقارير صحفية تؤكد بأن الأهلي يمتلك عدة عروض من أندية قطرية وإماراتية من أجل الحصول على خدمات محمود حسن تريزيجيه في الانتقالات الصيفية الحالية، وتؤكد بأن الأهلي يتجه بالموافقة على أحد العروض المقدمة لمحمود حسن تريزيجيه في حال رفض اللاعب تخفيض عقده مع النادي، وذلك ضمن خطة الإدارة لإعادة ترتيب الأمور مجددا للحفاظ على الانضباط داخل غرفة الملابس بالنادي لعدم جعل أزمة بشأن الرواتب، خاصة وأن هناك العديد من اللاعبين داخل النادي طلبوا المساواة بعقد زيزو وتريزيجيه مع الأهلي، وهو ما تم رفضه من جانب إدارة النادي الفترة السابقة. نادي الزمالك بيكثف محاولاته لمحاولة تسوية كل القضايا المتواجدة حاليا على النادي للحصول على الرخصة الإفريقية لضمان المشاركة في بطولة دوري الأبطال في الموسم القادم، ومحاولات مكثفة من جانب الزمالك مع كافة الأطراف المتسببة في إيقاف القيد على النادي لمحاولة الوصول لاتفاق مرضي مع كافة الأطراف لحل الأزمة في الفيفا، وذلك حتى يتمكن الأبيض من الحصول على الرخصة الإفريقية بشكل طبيعي لضمان المشاركة في بطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل. الأهلي يستقر على قيد عمر كمال عبد الواحد في قائمة الفريق للموسم الجديد بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي سيراميكا كيلوباترا، وذلك لوجود رغبة كبيرة من جانب الجميع بالأهلي بإعادة اللاعب للفريق مجددا لتدعيم الجبهة اليمنى خوفا من غياب محمد هاني عن الفريق في أحد المباريات في الموسم القادم، وأيضا لوجود قناعات فنية كبيرة من جانب الجميع بالنادي بإمكانيات وقدرات اللاعب وعلى قدرته على تقديم الإفادة المطلوبة للنادي. تقارير صحفية تؤكد بأن الأهلي من ضمن قائمة الأندية المرشحة لمواجهة نادي برشلونة في بطولة كأس خوان جامباز الودية، وتؤكد بأن الأهلي من ضمن قائمة الأندية المرشحة لمواجهة برشلونة إلى جانب إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطالي، وإنه من المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي من جانب برشلونة عن هوية منافسه في البطولة الودية الفترة المقبلة. المهاجم الجزائري أحمد نظير بوعلي يعود بقوة على دائرة اهتمامات الأهلي لتدعيم مركز المهاجم في الانتقالات الحالية، والأهلي يعرض ملف اللاعب على الحسين عموته مدرب الفريق الجديد لاتخاذ قراره النهائي بشأن إمكانيات اللاعب الفنية تمهيدا للدخول في مفاوضات رسمية مع اللاعب الأيام القادمة، وذلك في ظل وجود قناعات فنية كبيرة من جانب الجميع بالأهلي بإمكانيات وقدرات المهاجم الجزائري وعلى قدرته على تقديم الإفادة المطلوبة للنادي في الموسم القادم. الأهلي ينفي كل ما تم تداوله في الأيام الماضية عن تفكير النادي بالتخلي عن خدمات أشرف بن شرقي عن الفريق في الصيف الحالي، ومصدر بالأهلي يؤكد بأن كل ما تم تداوله عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وعبارة عن اجتهادات صحفية وليس كما أكد البعض، وهناك رغبة كبيرة من جانب الجميع بالنادي باستمرار اللاعب مع الفريق الموسم القادم وعدم التفريط في خدماته. وبكده صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل ما هو جديد عن أخبار الأهلي.